السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال اقولك ازاي لو فرع النور اللي بالزرار ده اللي هو فيه شريحة كده علبة وفيها زرار اللي هو بيغير ده اللي بيدي اضاءة متحركة ده. تعال بقى اقولك ازاي لو الشريحة بتاعته باظت والنور مش شغال. تعال بقى اقولك ازاي تشغله من غير الشريحة دي ويشتغل معاك زي الفل وما يطفاش تاني. تابع معايا الفيديو. بعد طبعا ما تقطع منه الشريحة هتلاقي كده طالع معاك اطراف ياما كده، وهو طبعا النور ده بصوا فيه كده لومة، ده هي عبارة عن لومة. فانت هتجيب كده اللمبة دي وهتطلع الطرف بتاعها ده كده اهو بالشكل ده لغاية ما تلاقيه طالع معاك اهو. اهو انا بصوا كده اهو طلعت طرف اللمبة اهو، بصوا الطرف متوصل مع اللمبة. وطبعا هو النور ده بيبقى فيه طرفين لمبة مش واحد، فاحنا هندور على طرف اللمبة التاني اهي. مثلا بصوا اللمبة التانية اهي، فهنطلع الطرف بتاعها برضو اهو. هنفضل نعمل كده لحد ما نلاقيه طالع معانا. وكده طبعا اهو بصوا طرف اللمبة التانية اهو طالع معانا، وده طرف اللمبة الاولاني اللي طلعناه مع بعض كده. بقى بصوا كده اصبح معانا طرفين بلمبة اهو. فانت بقى هتجيب الطرفين دول كده من هنا اهو بالشكل ده وهتقشرهم. هتقشرهم عادي بولاعة او بمقص، بس يفضل يكون بولاعة عشان السلك ده ما بيستحملش المقص. فانا هعمله كده هقشرهم بالولاعة وهرجع لكم تاني. وكده طبعا انا اهو طبعا قشرت طرفين اللمبة بالشكل ده، بس هما طبعا مش باينين عشان الشمس وكده والنور، فهم مش باينين. وانا طبعا اهو قشرتهم. طبعا بعد ما تقشر طرفين اللمبة دول هتلحمهم كده في بعض. فانا هلحمهم طبعا كده في بعض وهرجع لكم تاني. وطبعا كده اهو بص انا لحمت طبعا طرفين اللمبة دول مع بعض اهم بالشكل ده. انا كده لحمتهم مع بعض اهم، وكده بقى معانا اهم طرفين لمبة كده اهم. طرفين اللمبة اهم كده اهم ملحومين في بعض كده اهو بالشكل ده. يلا نشوف هنعمل ايه تاني. وطبعا هو النور ده فيه 5 اطراف، طرفين لمبة اهم اللي لحمناهم مع بعض دول، وفي كده 3 اطراف تاني بيبقوا فيه اسمهم الارضي اهو. بصوا بيبقوا 3 بالشكل ده بيطلعوا معاك كده اهو بالشكل ده اهو. بصوا فانا طبعا هقشرهم باي حاجة عندك، ولاعة او مقص اللي عندك اعمل بيه عادي مفيش اي مشكلة. انا طبعا ال3 اطراف دول هقشرهم وهرجع لكم تاني. وطبعا انا اهو قشرت كده ال3 اطراف الارضي دول مع بعض اللي اسمهم الارضي، هما اسمهم كده دول اسمهم طرفين اللمبة اللي احنا لحمناهم مع بعض دول اهو، دول اسمهم طرفين اللمبة. ال3 بقى التانيين دول اسمهم الارضي. فانا طبعا اهو كده قشرتهم بالشكل ده، بس هما طبعا مش هيبانوا. بعد ما تقشرهم برضو هتلحمهم مع بعض زي ما لحمت كده طرفين اللمبة دول مع بعض. فانا هلحم ال3 اطراف دول مع بعض وهرجع لكم تاني. وطبعا انا اهو كده لحمت ال3 اطراف الارضي دول مع بعض اهم بالشكل ده. بصوا اهو لحمت ال3 مع بعض اهو. بصوا بالشكل ده. وانت طبعا لما بتقشر السلك ده انا بقى اقولك ليه لازم مولع، عشان السلك ده ضعيف ما بيستحملش اللي انت تقشره بالمقص. هو كده السلك ده من جوه بتلاقي فيه شعر كده صغير اهو كده بيبقى بالشكل ده، ده اللي بيوصل الكهرباء لفرع الليد عشان يشتغل. فالشعر ده طبعا بيبقى ضعيف ما ينفعش تقشره
تقشره بمقص، فانت لو هتقشره بمقص تتعامل معاه بالراحة، عشان ممكن وانت بتقشره بالمقص يقوم السلك مقطوع كله، ما ينفعش يتقشر. فانا عشان كده بقولك يفضل تقشره بولاعة. يلا عشان هنشوف هنعمل ايه تاني. انا طبعا هقوم لحمت التلات اطراف الارضي دول مع بعض، ولحمت كمان الاتنين اللمبة هم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده اهو. اقوم دول الطرفين اللمبة ده لحمت الشعرتين بتوعهم مع بعض، والتلات اطراف الارضي لحمت التلات شعرات بتوعهم دول في بعض. طبعا انت بعد ما تقطع الشريحة هتلاقي كده الشريحة فيها اللي اسمه المدخل الكهربي ده، اللي بتلاقي فيه الفيشة اللي بالشكل ده طبعا هتقطعه بالشريحة. بعد ما تقطعه بالشريحة هيطلع معاك برضو الطرفين كده اهو بالشكل ده. وطبعا كنت عايزه اقولك على حاجه مهمه، ما ينفعش تلحم مع التلاتة دول او التلاتة والاتنين دول، ما ينفعش تلحم معاهم سلك كده زي ده اهو. ده السلك ده لو لحمته مع ده طبعا كده هيحرق لك النور، عشان السلك ده بيبقى تخين ما بيستحملش، والشعر بتاعه كمان بيبقى تخين ما بيستحملش الشعر بتاع ده. فانت يفضل اللي انت تلحم معاه سلك من ده احسن عشان يشتغل معاك ويبقى احسن. فانا طبعا هقشر الطرفين بتوع المدخل الكهربي دول بالولاعة كده وهرجع لكم تاني. وطبعا انا وكده قشرت طرفين المدخل الكهربي زي ما انتوا شايفين كده اهو بالشكل ده. انت طبعا لما لحمت الاتنين اللمبة دول مع بعض والتلاتة الارضي دول مع بعض كده بالشكل ده كده هم بقوا معانا طرفين بالشكل ده، ادي طرف اهو وادي طرف اهو. فانت طبعا هتجيب واحد من المدخل الكهربي هتلحمه كده مع اللمبة اهو بالشكل ده. هتجيب طبعا واحد مدخل كهربي هتلحمه هنا مع الطرفين اللمبة كده دول، وواحد تاني مدخل كهربي هتلحمه مع التلاتة الارضي. فانا طبعا هلحم كده كل حاجة وهرجع لكم تاني. وانا طبعا اهو بصوا لحمت واحد مدخل كهربي مع الاتنين اللمبة بالشكل ده اهو كده بقى بالشكل ده كده. هيتبقى واحد مدخل كهربي وهيتبقى التلاتة الارضي اللي لحمناهم دول مع بعض. فانت هتجيب التلاتة الارضي اللي لحمناهم مع بعض هتلحمهم مع واحد المدخل الكهربي اللي متبقي ده. فانا طبعا هلحمه وهرجع لكم تاني. وكده طبعا اهو كده احنا خلاص خلصنا اللحام بتاعنا. انا بقى اللي عملته خدت طرفين اللمبة اللي لحمتهم مع بعض لحمت معاهم واحد مدخل كهربي، وخدت التلاتة الارضي اللي لحمتهم مع بعض دول لحمت معاهم واحد مدخل الكهربي التاني. وكده طبعا خلاص هو خلص معانا. بس انت طبعا الطرفين اللي طالعين دول ما ينفعش كده تسيبهم عريانين، فانت هتلف طبعا عليهم شريط لحام وتعزلهم كويس عشان ما ممكن يكهربوك ولا حاجة، وممكن كمان يلمسوا في بعض، لان دول كده لو لمسوا في بعض خلاص هيحرق لك النور كله، وطبعا هيعمل لك قفلة في البيت كله. فانت طبعا لازم تلف عليهم شريط لحام وتلحمهم كويس عشان يقدر يشتغل معاك ويبقى حلو. فانا هلف عليهم شريط لحام وهرجع لكم تاني. وكده طبعا انا اهو عزلت الطرفين اللي طالعين. فانا طبعا كده خلاص خلصنا التجربة معانا. وكده طبعا هنجرب النور بس يبقى لف عليهم تاني كويس عشان ما يفكش. انا لفيت عليهم هم كده يبقوا معزولين عشان ما يلمسوش في بعض، ولو لمسوا في بعض انسى ان النور ده يشتغل تاني كده خلاص. كل سنة وانت طيب هيبقى باظ. فانت طبعا انا اهو لفيت عليهم الاتنين شريط لحام عشان ما يلمسوش في بعض. وانا طبعا كده هجرب النور. فانا طبعا اهو هجيب الفيشة وهركبها هنا في الكهرباء
كده طبعا اهو حبل النور اشتغل معانا اهو زي الفل بالشكل ده اهو. بصوا نور الالوان كلها، بس هو طبعا مش هيدي اضاءة متحركة عشان هي خلاص الشريحة دي باظت مش هتنفع تاني، فانت ممكن تشتري له من بره شريحة وركبها له. لو عايز تعرف الشريحة دي بتتركب ازاي وبتتلحم ازاي اكتب لي على الفيديو ده كومنت وانا هبقى اشرح لك ازاي تركبها وبكل سهولة. وكده طبعا اهو بصوا حبل النور اشتغل معانا الالوان كلها اهو زي الفل وكمان منور جامد اهو. وكده طبعا اهي الفكرة نجحت معانا. ما تنساش بقى تعمل لي لايك على الفيديو ده وتعمل لي اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل شير للفيديو ده عشان الناس كلها تشوفه والناس كلها تستفاد زي ما انت ما استفدت. وسلام.